كنا اتكلمنا معاكم من يومين عن طرح قطع الأراضي الإسكان المميز والإسكان الأكثر تميزا وكمان الإسكان المتوسط، وقلنا إن هينزل في كل المدن على مستوى الجمهورية بعد ما هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هتعمل حصر لقطع الأراضي وهتنزلها كل 3 شهور، وكمان في طرح تكميلي هينزل لمدن الصعيد وكمان طرح جديد لمدن الصعيد، وبالفعل نزل الطرح التكميلي وكمان الطرح الجديد والمواعيد بتاعته وكمان عدد القطع وأنواعها في كل مدينة. وهنا بقى في مجموعة من الأسئلة: امتى طرح قطع الأراضي وخاصة في القاهرة والجيزة اللي هو هينزل كل 3 شهور، وكمان بخصوص الطرح التكميلي آلية الحجز هتكون ازاي، وعدد الأراضي اللي هي قليلة شوية زي الأكثر تميزا ايه الوضع معاها، وكمان المدن اللي منزلش فيها قطع أراضي مميزة زي المنيا الجديدة، وفي ناس كتيرة جدا كانت سايبة فلوس الحجز بتاعتها وعايزة تحجز قطعة أرض مميزة هتعمل ايه، وبخصوص كمان موضوع الحجز الإلكتروني وأسبقية الحجز على موقع بنك التعمير والإسكان، وخاصة في الوضع اللي احنا شفناه في الطرح الأصلي لما كنا بنحجز على الموقع الإلكتروني. كل الأسئلة دي شاغلة ناس كتيرة جدا، هندردش فيها مع بعض إن شاء الله في حلقة النهاردة وأوضح لكم حاجات مهمة جدا جدا، فخليك معايا لآخر الفيديو وما تروحش في حتة تانية، هتستفيد كتير. هاني الخميسي، كلام في المفيد. السلام عليكم أصدقائي وأحبابي ومتابعي كلام في المفيد، أهلا ومرحبا بكم معاكم في حلقة مهمة جدا، وناس كتيرة جدا بتسأل أسئلة كتيرة قوي عن طرح قطع الأراضي، فإن شاء الله هندردش مع بعض سريعا وباستفاضة في المواضيع اللي محيرة ناس كتيرة جدا. وأول حاجة عايزين نتكلم فيها النهاردة إن شاء الله موضوع الطرح التكميلي. خلاص نزل الإعلان الرسمي ليه على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. كراسة الشروط هتكون فين؟ هتكون متاحة يوم الأحد 4/12/2022 على موقع بنك التعمير وإسكان. مش كراسة الشروط بس، ده كراسة الشروط وآلية الحجز وأسلوب الحجز وكل التفاصيل هتكون موضحة إن شاء الله جوه كراسة الشروط وعلى موقع بنك التعمير والإسكان. طب عدد الوحدات اللي نزل فعلا نزل 19866 قطعة، بس مش كلهم نوع واحد، الأغلبية فيهم للإسكان المتوسط أو قطع الأراضي محور الإسكان المتوسط، وعددهم يا صديقي 12807 قطعة. 12807 قطعة ونازلين يا صديقي في مدن قنا الجديدة وسوهاج الجديدة وأسيوط الجديدة والفيوم الجديدة وكمان بني سويف الجديدة. والنوع الثاني اللي نزل قطع الأراضي الإسكان المميز. قطع الأراضي الإسكان المميز ونزلت كام؟ 6228 قطعة. 6228 قطعة أرض إسكان مميز نزلت في الطرح التكميلي. والمدن بقى اللي نزل فيها قطع أراضي إسكان مميز نزل في طيبة الجديدة وقنا الجديدة وسوهاج الجديدة وأسيوط الجديدة وناصر غرب أسيوط وكمان مدينة الفيوم الجديدة. أما بقى العدد البسيط واللي نازل أكثر تميزا نزل 831 قطعة. 831 قطعة أرض إسكان أكثر تميزا. وبخصوص المدن والأماكن اللي نازل فيها قطع الأراضي الأكثر تميزا فنزل في أسوان الجديدة وسوهاج الجديدة وأسيوط الجديدة والمنيا الجديدة وبني سويف الجديدة. والحاجة التانية اللي أنا عايز أكلمك فيها وعايزك تاخد بالك منها يوم 4/12/2022 اللي هو يوم الحد الجاي، ده مش يوم حجز الأراضي ولكن ده اليوم اللي هينزل فيه كراسات الشروط على موقع بنك التعمير والإسكان. هتدخل أنت على الموقع يا صديقي، هتحمل كراسات الشروط، ولو قابلت مشكله في تحميل كراسه الشروط انزل في قناه التليجرام، موجود اللينك بتاعها في الوصف تحت الفيديو. دي قناه التليجرام الخاصه بيا، هنزل لك عليها كراسه الشروط اول ما تنزل مباشره. وبعد ما تحمل كراسات الشروط تابع الحلقات الجايه معايا من يوم الاحد وما بعده ان شاء الله، علشان هشرح لك كل التفاصيل الماليه وكيفيه السداد وكيفيه الحجز وكل التفاصيل اللي تهمك والاسئله اللي بتدور في ذهنك عن موضوع الطرح التكميلي علشان اوضحه لك بصوره قانونيه سهله وبسيطه. والحاجه الثالثه اللي عايز اكلمك فيها في حلقه النهارده حاجه مهمه جدا. في ناس كانت سايبه فلوسها على امل انها تحجز قطعه ارض مثلا مميزه، والمدينه اللي كانت سايبه فيها الفلوس او عايزه تقدم عليها ما نزلش فيها قطع اراضي مميزه، هتعمل ايه؟ ده يا صديقي اللي هيظهر خلال الايام الجايه، ولكن وفقا لتحليل الامور ممكن يفتح لك باب الحجز في الاسكان مثلا المتوسط، يعني تنزل بالشريحه شويه وتحجز قطعه ارض في اسكان متوسط لو انت عايز، ومفيش ما يمنع انك تحجز في اي مدينه قطعه ارض اسكان مميز. يعني مش شرط انك كنت عايز تحجز في المنيا الجديده تاخد
تاخد في المنيا الجديده، ممكن تاخد في اي مكان، ده لو انت حابب كده. طيب هل بقى الناس اللي كانت عايزه تحجز قطعه ارض مميزه وليكن في المنيا الجديده وما نزلش، في طرح هينزل يوم 15/1/2022 لكل الناس، ده ان شاء الله لا يتكشف الايام الجايه، وهنشوف هل ينفع تحجز مثلا لو نزل قطع اراضي مميزه في الطرح الجديد تقدر تحجز ويكون ليك اولويه، او حتى تحجز زيك زي الناس الجديده، ولا ايه الوضع؟ فعلشان كده بقول لك تابع معايا الحلقات الجايه، لان انا هحلل لك كل حاجه بالتفصيل وبصوره صحيحه علشان بس ما تتوهش وفرصه حجز قطعه ارض ما تضيعش منك. والنقطه بقى اللي عايز اكلمك فيها بعد كده يا صديقي، عدد قطع الاراضي الاكثر تميزا واللي هي قليله في بعض المدن، او هي قليله عامه، نازل 831 قطعه على 5 محافظات او 5 مدن. ايه الوضع وهتعمل ايه؟ مفيش قدامك يا صديقي الا انك تخش التجربه وتحاول فيها وتاخد بالاسباب، واعرف ان كل شيء نصيب، ربنا كتب لك قطعه هيجي لك قطعه، ما حصلش نصيب يبقى مالكش نصيب فيها، وما تضايقش نفسك، وان شاء الله في طروحات جايه كتير جدا وربنا يكرمك وتاخد قطعه ارض. طيب هتعمل ايه سواء حضرتك في الاسكان الاكثر تميزا او كل الناس عامه، وفقا بقى للي شفناه ايام الحجز في الطرح الاساسي وصعوبه الحجز. فهقول لك شويه نصائح مهمين جدا ركز فيهم علشان ربنا يكرمك وتبقى منافس قوي على حجز قطعه ارض من قطع الاراضي في الطرح التكميلي. النصيحه الاولى اللي عايز اقولها لك يا صديقي، انك انت بنفسك شفت يوم الحجز اللي فات كانت الدنيا فيها صعوبه، والحجز كان بيخلص في ثواني معدوده وفي دقائق معدوده، فعلشان كده حاول تاخد بكل الاسباب اللي توصلك للحجز. شوف جهاز كويس، انت لو بتتعامل مع الموقع واثق من نفسك كمل، مش شايف في نفسك كده، شوف اي حد تثق فيه، سايبر تثق فيه، صديق تثق فيه، اي حد يكون فاهم فعلا ويقدر يتعامل بسرعه مع موضوع الحجز الالكتروني علشان يقتنص قطعه ارض وربنا يكرمك ويبقى معاك اسباب كتيره جدا تقدر تفوز بقطعه ارض. الحاجه الثانيه، وتاكد ان الجهاز بتاعك قوي، يفضل جهاز كمبيوتر بلاش موبايل، الكمبيوتر كويس جدا في الحجز. والحاجه الثالثه، اتاكد ان النت بتاعك قوي جدا، لان السيرفر بيبقى تقيل وعليه تحميل في وقت الحجز، كل الناس بتدخل في نفس التوقيت الساعه 10 بتحاول انها تحجز، فلازم النت بتاعك يكون سريع علشان يستجيب بسرعه. مع الجهاز القوي فان شاء الله امر الحجز او الامر اللي انت بتضغط بيه عشان تخش من قائمه لقائمه تقدر تحجز بيها باذن الله. الحاجه اللي بعد كده اللي عايزك تاخد بالك منها، في قوائم مش مهمه في اثناء الحجز تعديها بسرعه وتعمل تخطي، ما توقفش عليها وتقعد تقرا كتير علشان ما تضيعش، لان اللحظه اللي انت بتتاخر فيها في الحجز بيكون سبقك ناس تانية وحجزت قطعه قبل منك. والنصيحه اللي بعد كده ومهمه جدا جدا، حاول تحط لنفسك بدايل كتير جدا اثناء الحجز، قطعه واثنين وثلاثه وعشرة كمان و20، حاول تفتح لنفسك المجال عشان ما تضايقش لنفسك، لان فعلا ما فيش حريه اختيار قوي، هي قطع الاراضي كلها باذن الله ليها قيمه وقيمتها افضل من عدم وجود القطعه نفسها، فانت استفيد بقطعه ارض وربنا يكرمك باذن الله. مفيش ما يمنع انك تحاول على المميز او اللي انت شايفه صالح بالنسبه لك او مفضل ليك عايز تاخدها، بس مع كده لازم تحط بدائل كتيره جدا، لان فعلا في وقت الحجز الموضوع محتاج قرار في ثواني، فلازم تكون جاهز مجهز لكل الاحتمالات بحيث ان انت تقتنص قطعه ارض بسرعه باذن الله. والنصيحه اللي بعد كده، لازم من قبل الحجز من بدري تكون مجهز نفسك وقاعد على جهاز الكمبيوتر ومتاكد الجهاز شغال كويس ما بيعملش ابديت، وكمان النت شغال كويس، وانك مهيئ نفسك لقبل الحجز قبل الساعه 10 عشان تيجي الساعه 10 بالملي بيبدا الموقع يحمل معاك وتبدا بقى تدخل بياناتك وتاخد بقى خطوات الحجز بسرعه في ثواني او دقيقه بالكتير قوي، وانا مش عايزك توصل لدقيقه، ممكن في 20 30 ثانيه تكون خدت كل الخطوات عشان ربنا يكرمك وتقدر تنافس وتحجز قطعه ارض. واخر حاجه عايز اقول لك عليها بخصوص حجز قطع الاراضي، لو انت بقى شايف انك ما تقدرش توفق الحاجات اللي انا قلتها لك دي وحابب ان انا اساعدك واكون معاك في عمليه حجز قطعه ارض على موقع بنك التعمير واسكان باسبقيه الحجز باذن الله تعالى، نقدر نساعدك بنسبه كبيره جدا علشان خبرتنا في الموضوع وفهمنا ليه وحجزنا قبل كده قطع اراضي. فكل اللي انت هتعمله علشان باذن الله اكون معاك في موضوع يوم الحجز، هتتواصل مع فريق العمل معايا على الرقم اللي بيظهر دلوقتي على الشاشه، وان شاء الله هيوصلوك بيا وندردش مع بعض ونقدر باذن الله نحدد مع بعض آلية الاتفاق بيننا علشان نساعدك ونحجز لك قطعه ارض من اراضي الطرح التكميلي او حتى في الطرح الجديد باذن الله. وبس كده يا صديقي، دي الافاده اللي انا كنت عايز اوصلها لك في حلقه النهارده، وتابع معايا الحلقات الجايه لانك فعلا هتلاقي فيها كل ما هو مفيد بالنسبه لك في موضوع حجوزات قطع الاراضي وخارج كمان قطع الاراضي سواء اسكان او باقي الامور الحياتيه والكلام المفيد فيها. نقول لكم دمتم في رعايه الله وامنه، ما تنسوش بقى الشير للفيديو عشان تفيدوا الغير، واشتركوا معايا في القناه وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل منشوراتي اول باول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.